يا ضياء قلبي ودربي يا أخي. صلواتي انت ليه بتصلي؟ الصلاة هي عماد الدين، والصلاة هي أول ما أوجبه الله من العبادات. على قدر خشوعك في الصلاة على قدر ربك ما يتقبل منك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو الخشوع راح من الصلاة خلاص معنى الصلاة راح. ممكن يكلفت الصلاة عشان يلحق الماتش. الظهر ايه 4 ركعات، الله خلص، دول المحرومين. نقول النهاردة مش هنصلي صلاة إلا بخشوع بإذن الله عز وجل. خفت انت بتصلي عشان تؤثر في الآخرين، انت بتصلي عشان تتأثر بالصلاة، انت بتصلي عشان طريق الفلاح، انت بتصلي عشان تخش الجنة، انت بتصلي عشان تقرب من ربنا، انت بتصلي عشان تكون من المفلحين، انت بتصلي عشان تكون من المأجورين مش المحرومين، انت بتصلي عشان تكون من الناس اللي تاخد الثواب مش بتاخد الوزر، انت بتصلي عشان تتقرب من الله رب العالمين، انت بتصلي عشان تفرغ قلبك من كل حاجة تضر قلبك، انت بتصلي عشان ربنا عاوزك تصلي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق